انا ركب حديد والاهلي حديد، انا ركب حديد والاهلي حديد. بسم الله الرحمن الرحيم. حبايب قلب الكابتن ريشه، كلمتين كده يا اخوانا النهارده عن ماتش الاهلي ومازيمبي اللي هيبقى موجود، اللي هيبقى بكره ان شاء الله الساعه 3. خلينا نتكلم بس الاول احنا محتاجين ايه من الماتش نظرا للظروف اللي احنا فيها وظروف الفرقه وان المستوى بتاعنا كله ضايع. فانا رايي الشخصي ان احنا كل اللي محتاجينه من الماتش ان احنا ما نتغلبش، بس هو ده كل ما في الامر. احنا للاسف دفاع الاهلي الفتره الاخيره زي ما احنا عارفين دفاع الاهلي مستباح. اي عيل صغير هيعدي على الفرقه هيتغلب عادي جدا، هيجيب اجوان ما ولا كأن في اي حاجه، ولا كأن في طقم مدافعين موجود، ولا كأن في اي حاجه خالص. الاخطاء مستمره، نفس الغلطات كل ماتش، هو بنفس غلطاته بنفس عيوبه. وللاسف احنا حاليا القايمه بتاعتنا كلها هي فل. هو دي المجموعه اللي انا هشتغل بيها. هي المجموعه عندنا ياسر مصاب، عندنا متولي بره الموضوع. طيب فانا ما عادش عندي قدامي خالص غير عبد المنعم وربيعه، هم الاثنين مساكين الاساسيين. بناء على كده انا ليا وجهه نظر، الله اعلم يا صح او غلط، بس انا بتكلم معاكم، ده يمكن ده رايي. اول حاجه ان احنا بدل ما نلعب 4-3-3 زي ما احنا متعودين، لا احنا نلعب 3-4-3. بمعنى انا هخلي عبد المنعم ومحمد هاني هم المساكين وقدامهم ربيعه، بحيث ان هو يبقى اشبه للليبرو المقلوب. فكره كده شويه شبه اللي عملها فايلر مع موسيماني لما كنا بنلعب في العوده في صن داونز بعد الخمسه الاولانيه. طيب اللي انا وجهه نظري فيه ايه؟ ان انا لعيب زي رامي ربيعه، انا يستحيل ان انا بعد المستوى اللي هو بيقدمه ده اخليه هو اخر لعيب على طول في الملعب، يخليه بحيث ان هو لو المهاجم عدى منه هيلاقي شوبير. لا انا مش عايز كده. طب انا فكرتي في ايه؟ فكرتي ان انا استغل ان رامي ربيعه هيندفع ويعمل شويه الشغل اللي هو بيعملهم دول، بس هيبقى وراه اتنين، هيبقى وراه عبد المنعم ووراه محمد هاني، بحيث ان هو انا هبعد عنه اي موقف صعب عليه. زي ان انا مش هطلب منه انه يظبط مثلا اوف سايد زي ماتش الزمالك، مش هدي مثلا فرق، مش هدي له مساحه مع مهاجم بحيث انه يخش في موضوع فرق سرعات. انا مش هفرض عليه بالبلدي كده واجبات كتير. انا كل اللي هطلبه منه، انت عايزك اي كوره تتلعب في ظهر خط النص وقدام الدفاع تبقى انت اللي موجود فيها، حاجه تانية غير كده لا. دي حاجه. طب الحاجه التانية، فانا بناء على كده انا شايف ان احنا عبد المنعم ومحمد هاني قدامهم ربيعه، عندنا على الشمال معلول، هلعب على اليمين باكرم توفيق، هلعب قدامهم اتنين كوكا وقفشه، وقدامنا ثلاثه على الشمال رضا سليم، على اليمين كريم فؤاد، وقدامهم وسام. طيب الغرض من الموضوع ده كله ان انا وقت ما تكون الكوره مش معايا، وانا رايي ان ده هيبقى اغلب فترات اللقاء لو الدنيا مشت كويس، ان انا هلعب بالبلدي كده، يا اما هلعب 5-4-1 يا اما هلعب 5-5. هرجع اكرم وهرجع معلول 5 في الدفاع، وهحط قدامهم 4. تمام. هحط رضا، هحط قفشه، هحط كوكا، هحط معاهم كريم فؤاد، وقدامهم وسام. او حتى ممكن العب بالعشر لعيبه كلهم تحت الكوره، انا ما عنديش مشكله في كده. لان للاسف اخطر حاجه على الاهلي هم لعيبه الاهلي نفسها، دفاع الاهلي وعدم تركيز الفرقه كلها تقريبا مش مركزه سواء هجوم او دفاع. فبالتالي انا عايز اطلع باقل الخسائر. فالحاجه اللي انا بس شايف ان احنا ممكن نعملها ان احنا نلعب زي ما قلنا كده بطريقه 3-4-3، واحولها في الكوره، واحولها بعد ما افقد الكوره ل 5-5 او 5-4-1، بحيث ان انا ابقى قدر الامكان انا قفلت الزوايا بتاعتي دي كلها، واعتمدت في الماتش في الجزء الهجومي بتاعي على فكره المرتدات. انا هخلي واحد زي قفشه يقدر يلعب مرتدات للثلاثه الهجوميين اللي عندي، اللي هم اسرع واللي هم طبعا عندهم تحكم في الكره احسن. ويمكن ده من الاسباب ان انا فضلت ان انا العب كريم فؤاد عن كهربا، لان طبعا فكره التحكم في الكوره عند كهربا اقل، قصاد كده التحكم عند كريم فؤاد في الكوره اعلى شويه. كهربا طول ما هو بعيد عن الجون للاسف الخطوره بتاعته كلها بتقل. دي حاجه. الحاجه التانية اللي احنا برضه عايزين نتكلم فيها هو فكره ان لو احنا دخل فينا جوان هنعمل ايه. طيب انا رايي ان احنا بناء على اللي حصل الفترات اللي فاتت، احنا لما بيخش فينا جوان بيبقى عندنا الفرقه بالبلدي كده بتفك. شفنا ماتش الزمالك دخل فينا الجون الثاني، الفرقه قعدنا 10 دقائق الفرقه كلها فكه، مفيش تركيز، مفيش حد عارف هو بيعمل ايه. تمام. فطيب انا بناء على كده لا، انا عايز طبيعي ان انا ممكن لا قدر الله على الملعب ده بالظروف دي ان انا البس جوان، فطبعا مفيش مشكله. كل اللي احنا محتاجين نعمله ان احنا ساعتها ما نتجرش قوي لفكره ان انا ههاجم واحاول اجيب جون واحاول اعوض وافتح على نفسي فتوحه، ويبقى نفس اللي حصل في الخمسه الاخرانيه بتاعه سان داونز يحصل معايا تاني. طيب انا ليه مش هعرض نفسي للكلام ده كله؟ انا هحاول اطلع منه، يا اما انا مش هيخش فيا جوان خالص، او اطلع باقل خسائر ممكنه لو لا قدر الله حصل ان احنا لبسنا جوان.
ده كل اللي انا محتاج، ده كل اللي انا شايفه. واتمنى بس من كل حاجه ان لو لا قدر الله النتيجه اتاخرنا فيها مثلا في الشوط الاولاني او كده، ما نستناش لحد الدقيقه 70 والدقيقه 75 عشان ابتدي انزل لعيبه واحاول اغير. ده حاجه انا ما اتمناهاش. واتمنى برضو ان احنا نعتمد على فكره التسديد شويه، نعتمد على واحد زي قفشه، ممكن نصلح لوسام، بحيث ان انا يبقى عندي بس تسديدات على الملعب ده، يمكن ربنا يكرمنا ونقدر نخطف جول. بس كده، السلام عليكم.